السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا متابعين، يلا بينا يا مواليد برج القوس لقراءة روحانية ليكو. القراءة بتاريخ يوم 26 إبريل. ملكوش دعوة خالص بالتاريخ، القراءة طاقتها الزمنية مفتوحة. أي حد من مواليد برج القوس من حقه يشوف الفيديو ده في أي وقت، بقول التاريخ للمصداقية فقط. هنبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهنستمد طاقة الفيديو من اسم الله القيوم. بسم الله القيوم، بسم الله القيوم، بسم الله القيوم. يلا بينا يا مواليد برج القوس، سمي بالله ونشوف قراءتكم وطاقتكم وأحوالكم مع العاطفة ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا طاقتك يا مولود برج القوس. مولود برج القوس، أنا شايفاك في الطاقة الحالية بتشتغل على نفسك كويس جدا في شيء، بتحاول إنك تنجز أمر أو تنهي أمر، ولكن أنت مش عايز تنهيه لمجرد إنك تكون خلصته، لأ، أنت عايز تنهي أمر على أكمل وجه، وكأنك بتختتم شيء. يعني انت مثلا لو بتكتب، فانت بتبحث عن النهاية اللي تليق بالكتاب اللي انت بتكتبه، او لو انت بتشتغل شيء يدوي فانت بتنهيه بأجمل ما يكون. فانا شايفاك شغال كويس جدا جدا جدا، وده لو عمل فانا شايفة ان انت يعني بت بتخلص حاجة او مرحلة في عملك، مستوى معين، شهادة معينة، ولكن انت بتبذل اقصى ما في وسعك انك تنهي بطريقة تخليك يعني تقول انا فعلا عملت الحاجة دي، انا فخور ان انا اشتغلت الشغلة دي، انا فخور ان انا اديت الامر ده على اكمل وجه. لمنكم اللي فيه اطفال في حياته وكأنه يعني حريص جدا على انه يربيهم احسن تربية، انه يطلع رجال او شباب بنات او اولاد اسوياء مش ناقصهم شيء، وكأنك بتأمن ليهم حياتهم يا مولود برج القوس، بطريقة تخليك حتى وإن تركت أو الظروف اتغيرت انت تكون مطمن أو مطمنهم هم كمان. طيب مولود برج القوس، انا شايفاك يعني بتحاول تسعى لان انت تحقق التوازن في حياتك، تعويض كل شيء انت ما قدرتش تحصل عليه في الماضي. فانا شايفاك ان انت عايز تعوض نفسك، يعني كأنك بتقول انا مفيش حد عوضني، فانا ممكن اشتغل على نفسي واعوض نفسي. والمنكم اللي بيعوض خسارة اتعرض ليها كانت مفاجئة، يعني في خسارة مفاجأة اتعرضت ليها، كنت حد تحايل او حد تلاعب بيك او حد استفاد منك ماديا او حد آه، يعني في خسارة انت تعرضت ليها، شايفاك بتحاول يعني تعوضها لانك عايز توازن امورك تاني او عايز ترجع لوقت معين في حياتك انت كنت فيه مبسوط وراضي جدا. فانت يعني بتشتغل على نفسك كويس جدا، طاقتك فيها حركة، ما عندكش استعداد تتباطأ، ما عندكش استعداد انك تخسر، ما عندكش استعداد حتى انك تضيع وقت في انك تجادل او تتكلم او تهدر طاقة في انك حتى تبرر. لا، انت شايف ان ده وقت الشغل، وقت العمل، وقت اتخاذ القرار الصح، وقت تنفيذ قرار انت خدته في الماضي، وشايف ان ده الوقت المناسب جدا انك تنفذ القرار ده حتى لو كان الامر هيكلفك اي شيء، لكنك خلاص هو ده الوقت المناسب. طيب تعال نشوف الوضع العاطفي. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مواليد برج القوس صلوا على الرسول وانزلوا على اللايك على طول. لو انتم مش مشتركين معايا في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بزعل جدا لما بلاقي ان عدد المشاهدات لغير المشتركين اكتر من المشتركين. بسم الله. مولود برج القوس، انا شايفاك ان انت اما فاقد الامل في العلاقة دي او فقدت الامل في الشخص ده انه يقدر يعيد التوازن للعلاقة، او فقدت الثقة فيه. يعني انت يا فاقد الامل خالص في انك تتواجد مع الشخص ده وانه يقدر يقود العلاقة بطريقة مناسبة، او يقدر يعطي للعلاقة الشيء اللي يخليك تكمل او تكون راضي او تكون قابل ان انت تعطي زي ما كنت بتعطي في الماضي. والمنكم اللي بالفعل اصلا فقد الثقة في الشخص ده وفقد العلاقة في الشخص ده وبتبحثوا عن شيء جديد. شايفاكوا ندمانين جدا على كل شيء كنت ممكن تعترضوا عليه في وقت معين، ولكنكم امتنعتوا وسكتوا، وكأنك في الوقت الحالي بتدفع تمن صمتك، بتدفع تمن انك كنت بتتخطى، بتدفع تمن ان انت قبلت ببعض الامور او حملت نفسك بعض الامور اللي ما كانش ينفع تتحملها، ولكن انت بدأت العلاقة دي كده، فاصبح ان الشيء اللي انت بتقدمه بمزاجك برضاك اصبح مسؤولية عليك، وده مخليك مش مبسوط، مش راضي. حسيت ان علاقة الحب اتحولت من حب ومشاعر لمصلحة وحمل كبير عليك يا مولود برج القوس. مولود برج القوس، انا شايفة ان منكم بيسعى او بيفكر بالفعل في الانفصال، وكأنه بيقول يعني عشان ابدأ حياتي من اول وجديد او اعوض نفسي او اوازن اموري لازم اخرج من العلاقة دي تماما. ولكني شايفة ان القرار ده ما جاش بسهولة. القرار ده انت فكرت مرة واثنين وثلاثة، والمنكم اللي لسه مازال بيفكر في الامر ده، ولكنك انت يعني بتحط خطوط كده او بتركز على بعض الامور اللي مخلياك واقف ومتردد ومحتار. لكنك في قرار نفسك، لو احنا سألناك او لو انا جيت سألتك يا مولود برج القوس انت شايف ان الحل ايه، تقول لي ان الحل ان الخلاص من العلاقة دي، ان نخرج من العلاقة دي مهما كان خسارتي. كأنك انت بتقول مهما كان خسارتي في العلاقة دي مش قد اللي انا اخدته، او مش قد الدمار النفسي اللي انا تعرضت ليه، او مش قد الانهيار اللي انا استفدته من العلاقة دي. انت كنت متخيل انك هتعيش في وضع افضل بكتير مع الشخص ده، ان انت هتلاقي الحب، هتلاقي السعادة، هتلاقي شخص يقدر يحميك، ولكنك انت كل اعتراضك في الطاقة الحالية ان انت مع شخص ضعيف الشخصية، بيتهرب بسهولة، مش مستعد ابدا يقوم بدوره اللي المفروض عليه يقوم بيه. ولكن انت بذلت مجهود في انك تعلم الشخص دوت، ولكنه ما تعلمش، ما قدرش يكون زيك، معرفش يكون الشخص اللي انت تقول انا ممكن ابيع الدنيا عشانه، مع ان انت بعت الدنيا عشانه بالفعل في وقت من الاوقات، او انت كنت مكتفي بيه تماما، لكن هو اللي اجبرك انك تديله ظهرك وانك تمتنع عن اظهار اي مشاعر جواك ده، لو لسه في اي مشاعر بداخلك للشخص ده. انت اتفرض عليك الوضع، وعلى فكرة داخليا ونفسيا انت ما كنتش تتمنى ان الوضع يوصل للمرحلة دي، او الشخص ده ما كانش يوصلك للحالة دي بتصرفاته وبصمته وبضعف شخصيته، لان شايفة ان الشخص ده كان في ايده او كان يملك القرار انه يقود العلاقة دي بشكل افضل، او كان يقدم للعلاقة دي ويقدم لك اللي يخليكوا تستمروا كتير مع بعض او العمر كله مع بعض، لكنه ما كانش يملك من الامر شيء نهائي. الشخص ده انت حبيته وهو حبك، وعلى فكرة
بيحبك جدا الشخص ده، وبيعتبرك ان انت يعني انسب حد له، وكأن تحملك للشخص ده وصبرك عليه، وان انت حملت نفسك فوق طاقتك، سهلت عليه امور كتير، فشايف ان انت لو تركته مفيش حد هيعوض مكانك، محدش هيقدر يتحمل اللي انت تحملته، محدش هيقدر يصبر على شيء واحد. او يعني كأنك لو انتوا ازواج، فانت الشيء الوحيد اللي تمتلكه من العلاقة دي انك تحت مسمى زوج او زوجة بس، اما باقي الحياة عبء عليك انت اللي متحملها. فالشخص ده شايف ان مفيش حد هيقبل بيه او حد هيرضى بيه او حد هيقدر يكمل معاه غيرك انت يا مولود برج القوس. ليه؟ لان انت الوحيد اللي تمسكت بيه رغم عيوبه، انت الوحيد اللي عوضت الشيء اللي كان هو مش بيقوم بيه، فانت كنت بتعوض الناقص، انت كنت بتسد الخانات اللي هو ما كانش بيسدها. فجيت على نفسك كتير وتحملت من الامر كتير، وكان ده كله تحت مسمى الحب والارتباط، وانك كنت دايما بتقول بكرة يتغير، بكرة الوضع يتبدل، بكرة الامور تاخد مسارها الطبيعي او العلاقة تاخد الشكل الطبيعي. ولكن لا، هو رافض اصلا يتغير. بس انا عايزه اقولك على حاجة، الشخص ده مش رافض يتغير لان عاجبه وضعه، لا، انت بتتعامل مع شخص ذكي جدا، شخص متحمل المسؤولية. هقولك بيتحمل المسؤولية، ولكن ما بيقومش بدوره للآخر. الشخص ده عارف انه اخطأ في حقك، وعارف انه اخطأ في حق نفسه، ولكن شايف انه لو خد قرار او عرفك او اعتذر لك او بين ليك ان انت فعلا على حق، هيكون وقتها ملزم انه يرد ليك حقوقك، انك يضعك في مكانك اللي يليق بيك، انه يقوم بالتزامات انت قمت بيها او انت اه اتحرمت منها مع الشخص ده. فلانه عارف انه مش هيقدر يقوم بكل ده، فبيحاول يظهر ليك ان هو مش اخد باله، ان هو مش فاهم، ان هو مش ناقصه حاجة، بل بالعكس ده بيحاول يوريك ان انتوا حياتكم كمان مش ناقصها حاجة. يعني حتى لو انت زعلان ما بيحاولش يقولك مالك، عشان ما يسمعش الشكوى او اللوم او الانتقاد لامر هو يعلم ان هو ده اللي مزعلك وان هو ده اللي مضايقك، لكنه بيحبك ومتمسك بيك، واستحالة ابدا يضحي بيك يا برج القوس. يعني هنتخانق، هنزعل، هتجتنبني، هتخاصمني، لكن ما تخرجش من طاقتي وما تسيبنيش وما تبعدش عني. هو متمسك بيك وكأنك الأم أو كأنك الأب. يعني لو انت بتسمعيني امرأة، فهو شايفك ان انت الأم اللي ماسك كده ايه في في هدومها زي ما او في ملابسها. يخاف يبعد، لانه مدرك ان انت اللي بتقدر تقود العلاقة دي، وانت صاحب القرار الاول والاخير فيها، وانت اللي تقدر توجه الشخص ده صح، حتى وان كان في اوقات كتير ما بيستمعش ليك. لكن هو في قرارة نفسه عارف ان العلاقة دي بدونك لا تعني اي شيء، هو نفسه بدونك ملوش اي اهمية في الحياة، بدونك مش هيقدر يكمل، من غيرك مش هيقدر يدخل اي علاقة اخرى. طيب، القادم ليك يا مولود برج القوس، القادم ليك ان انت يعني لبعض الظروف او الاوضاع او القيود اللي انت فيها الوقت، وانك ما تملكش من الامر شيء، هتتراجع عن قرار الانفصال. ولو في انفصال هترجعوا تاني مع بعض، هيبقى في عودة. لكني شايفاك بكل ما فيك هتشتغل على العلاقة دي، والشخص اللي معاك ده اللي مطلع عينك هيحاول يغير
بعض من أطباعه، ولكني هقول إن الطبع يغلب التطبع. ففي بعض الأوقات مش هيقدر يسيطر على ردود أفعاله أو على تصرفاته، لكن هيسعى إنه يعني ما يسيبكش تبعد عنه، هيسعى لإنه يرضيك، هيسعى لإنه يقدم ليك شيء يخليك يعني حتى وكأنه هيستعطفك يا صاحب القراءة يا مولود برج القوس. عارفين اللي هو هيستعطفك ليه؟ لأن هو منجذب ليك جدا، منجذب ليك عاطفيا، منجذب ليك جنسيا، بدونك بيكون في أضعف حالاته. فهو شايف ان انت القادم، هو شايف ان انت المستقبل، وانت لظروف معينة هتقبل انك تكمل مع الشخص ده. لكني هقولك ان انت بعد ما اتخذلت في العلاقة دي، وبعد ما كنت دايما بتتجنب العتاب مع الشخص ده، لانك وصلت لدرجة ان انت فقدت الامل، زي ما انا بقولك انت فاقد الامل او فاقد الثقة، انت كنت فقدت الامل في ان الشخص ده يتغير، لكن انت هتقدر تسيطر على الوضع في المستقبل. في امور مادية هتجيلك، او الشخص ده هيفقد بعض الاشخاص او هيتخلص من بعض الاشخاص اللي مسيطرة عليه واللي سلب ارادته واللي فرضة عليه احكام او قيود مخلياه كأنه مش موجود غير معاهم بس، وسايبك انت يا مولود برج القوس. فانا شايفة ان في ناس هتخرج من حياته، مجرد خروج الناس دي من حياته الشخص دوت هيرجع ليك انت، هيبقى معاك انت، ووقتها هتبقى انت الامبراطور، او هتبقى انت الامبراطورة، هتبقى انت المتحكمة، هتبقى وهيكون كل شيء في ايدك، ولكن بشكل، او هيكون في ايدك ولكن بشكل مرضي ليك، مش عشان انت تتحمل المسؤولية وانت اللي تقود وانت اللي يبقى عليك اعباء الحياة. لا، هتاخد الوضع اللي يليق بيك، ويمكن ده يعني هتوصل ليه بعد ما الشخص ده يتأكد ان انت فعلا فعلا اخد قرار بالبعد والانهيار وانهيار العلاقة والانفصال، ومفيش رجعة في قرارك. فهو اللي هيرجع، وهيرجع بشكل يرضيك، ويقدر يعني هيعمل حاجة عشانك، وانت هتمتلك شيء يخليك يعني في وضع افضل بكتير من اللي انت فيه الوقت. فالقادم ليك حلو، القادم ليك خير، القادم ليك سيطرة وامتلاك وحصول ووصول لهدف في حياتك. انت هتحصل على شيء، انت الحاجة اللي انت بتشتغل عليها مولود برج القوس انت هتوصل فيها لأعلى المراتب بجد، وهتكون انت المسيطر، وهتكون انت ليك اسمك، هتكون ليك شهرتك، هيكون ليك مكانتك، هيكون ليك وضعك اللي يليق بيك، ولكن اللي ما جاش بسهولة. انت بتبذل مجهود رهيب عشان توصل للشيء ده، وهتوصل له بإذن الله. هتوصل له لدرجة ان في بعض الاشخاص في محيطك هتسعى ان هي تأذيك، ولكن مش هينالوا منك اي شيء. وبعد كده هتكتشف ان في اشخاص بتحاول يعني تختفي عن الانظار، لان انت هتكتشفهم على حقيقتهم، وهتكون وقتها على استعداد انك تواجه وتلوم وتعاتب وانت في مكانك. ففي ناس هتختفي عنك عمد. جايلك فرصة، جايلك وفرة، جايلك سعادة، جايلك نجاح، بسم الله ما شاء الله. ده الوقت المناسب جدا. الشيء اللي انت بتشتغل عليه ده يا مولود برج القوس، الشيء اللي انت عايز تحصل عليه، الشيء اللي انت عايز تتمم امره او يكون مكتمل، الشيء دوت انت هتحصل منه على وفرة كبيرة، هتحقق فيه نجاح رهيب، لانك بدأت بالفعل في الوقت المناسب اللي يخليك بقوتك، اللي يخليك تقدر تاخد قرار صح، اللي يخليك عندك من الخبرة اللي تخليك تتخطى وتقدر تتغلب على المشاكل، وانك ما تكونش تحت تأثير طاقتك السلبية او مزاجك، ما يبقاش مزاجك وحش فتتوقف عن العمل، فمزاجك حلو تشتغل، فتبقى حياتك مش على وتيرة واحدة، او امورك في لحظة
بتفلت او بتقع من بين ايديك وانت مش اخد بالك. ليه؟ لان انت خلاص طاقتك منخفضه. لا، انت وصلت لمرحله ان انت تحت اي وضع، يعني مودك حلو، مودك وحش، نفسيتك حلوه، طاقتك منخفضه، بتشتغل وكأنك حددت هدف توصل له في وقت معين، وبالفعل انت هتوصل وهتنجح وهتحقق فرص، وهتكون فرص لغيرك، وهتحقق وفرة كبيرة كمان يا مولود برج القوس. طب تعالى نشوف رسائل الشخص ده ليك. يا ترى الشخص ده يحمل ليك ايه؟ انفصال. انتوا اخدين قرار بالانفصال، وهو شاف ان انتوا مفيش يعني نية للرجوع. الشخص ده عايزك تتراجع عن قرار الانفصال، عايز يستردك تاني، عايز، ما عندوش استعداد يخسرك، وكأنه بيقولك في الكارت التاني بيقولك سامحني، بيطلب منك انك تنسى كل شيء كان مؤلم ليك، كل شيء اتعودت عليه منه وكان بيبقى بمثابة إيذاء ليك، لأن الشخص ده شايف ان انت الحب الحقيقي اللي في حياته. فهيطلب منك السماح، وهيحاول يعني يخليك تخرج من طاقة الانفصال دي. انا قلت لك ان في عودة، في شخص هنا هيشتغل كويس جدا على العلاقة، بحيث ان لو في انفصال هترجعوا لبعض. لو انت اخد قرار وانت اظهرت للشخص ده انك خلاص رافض العلاقة رفض تام، فانا شايفة ان الشخص ده قرار الانفصال رعبه، مخوفه، بيخليه مش مركز، تايه. يعني شخص عنده ما عنده من الالتزامات وعنده ما عنده من المسؤوليات، ولكن في اللحظة اللي بيشعر ان انت ممكن ما تكونش معاه بيكون شارد وتايه ومتوتر وخايف وقلقان، وكأنه بيقول او بيلوم على نفسه انه لو كان من الاول اعطاك قدرك، او كان من الاول عارف بقيمة العلاقة دي وبقيمتك، وان انت فعلا تستحق انك تكون في المكانة اللي انت تستحقها، انك تكون عنده الاول والاولى والاهم، ما كانش الامر وصل لانه يبكي على حبه الحقيقي. ودي كانت قراءتكم يا مواليد برج القوس. اتمنى يا رب انكم تكونوا في احسن حال، واتمنى لكم السعادة والوفرة والنجاح، وان يا رب ربنا يتم عليكم الامر اللي انتوا تعملوه الوقت او اللي انتوا هتقدموا عليه، ربنا يتمموا عليكم بألف خير يا رب، ويسعد قلوبكم ويفرحكم. ما تنسوش تدعموا الفيديو الخاص بيكم باللايك والشير والكومنت عشان يظهر لأكبر عدد ممكن بإذن الله من مواليد برج القوس. بحبكم من كل قلبي، وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.